احيانا بتقابلنا مشكلة واحنا بنمحر الاسقف الخرسانة، ان السقف الخرسانة ممكن ما يكونش ليفل واحد او منسوب واحد من تحت، وممكن فرق المنسوب ده يوصل معانا من 5 لحد 7 سنتي، وبنكون مضطرين لسبب ما ان احنا لازم نظبط السقف ده منسوب واحد او ليفل واحد من خلال المحارة، مش من خلال ان احنا نستخدم سقف مستعار زي مثلا الاسقف الجبسون بورد. هنعرف مع بعض في الفيديو ده ازاي نظبط السقف منسوب واحد في المحارة حتى لو في فرق منسوب في الخرسانة من 5 لحد 7 سنتي، ونكون ضامنين ان شاء الله ان ما يحصلش عندنا اي مشاكل في المستقبل في المحارة. اول حاجة بنعملها ان احنا بنطرطش السقف طرطشة مسمار، وبعد كده نعمل بعد محارة على السقف بميزان القامة علشان نقدر نعرف سمك المحارة اللي هنمحرها في السقف قد ايه. وبعد كده بنزرع اسياخ حديد في السقف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتكون واخدة شكل زجزاج، ويفضل ان اسياخ الحديد دي تكون مدهونة بمادة منع للصدى علشان ما تصديش مع مرور الوقت. وبعد كده بنجيب سلك رباط مجلفن ونوصل بين اسياخ الحديد اللي زرعناها وبعضها بالسلك الرباط المجلفن، بحيث ان احنا بنكون عملنا كده شبكة تسليخ او تسليح نربط فيها المحارة الجديدة اللي هنعملها بالسقف، فمهما كان سمك المحارة كبير ما يطبلش او ما يقعش مع مرور الوقت. بعد كده بنلبش السقف على مراحل، سمك كل مرحلة بيكون من 2 ل3 سنتي، ولازم نستخدم اضافات زي الاديبوند 65 او السيكالاتكس، بحيث ان المونة اللي نعملها تكون قوية جدا ويكون تلاصقها مع الطرطشة او مع طبقة التلبيش اللي قبلها قوي جدا. وبالطريقة دي بنقدر نظبط محارة أي سقف خرسانة حتى لو في فرق منسوب بيوصل لحد 7 سنتي، وبنكون ضامنين بنسبة 100% إن شاء الله ما يحصلش مشاكل في المحارة مع مرور الوقت.